المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها: حاكم إقليم القاشبركة يعقد لقاءات للدفع بالإنتاج الزراعي. أنشطة فعالة لحملة الطلاب التنموية. تنظيم دورة تدريبية حول التعليم التمهيدي في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. مقتل 4 أشخاص وفقدان آخر بهجوم في ساحل العج. اليابان تعلن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار. مقتل 13 مسلحا واعتقال آخرين بعمليات أمنية في إيران. أهلا بكم مشاهدينا. عقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي لقاءات في بارونتو وتسني وتكومبيا وأقردات في الفترة من 21 وحتى 26 من أغسطس الجاري بهدف تعزيز دور المهنيين الزراعيين في إطار جهود زيادة الأراضي الزراعية وتطوير الوسائل الزراعية ورفع الإنتاج كما ونوعا. وركزت اللقاءات التي شارك فيها أكثر من 450 مسؤولا وخبيرا زراعيا ومدراء المديريات ركزت حول سبل الدفع بالإنتاج الزراعي وتنمية الحياة البرية وتقديم الوسائل الزراعية المتبعة ورفع دور ومساهمة كافة الجهات الناشطة في المجال الزراعي. وقال السفير محمود حروي أن الاستثمار الجاري في قطاع الزراعة كبير وعدد الخبراء الزراعيين والأراضي الزراعية كافي، غير أن الإنتاج السنوي ليس بالمستوى المأمول، موضحا بوجوب المتابعة الجادة والتقييم لتوازن الاستثمار مع الإنتاج وتنفيذ برامج المواصفات والمقاييس التي يضعها الخبراء. وذكر بأن عدم القيام بالاستعدادات المسبقة الكافية والتنفيذ المتدني لبرامج حماية التربة وحفظ المياه وعدم وجود معلومات دقيقة عن حق استخدام الأراضي الزراعية من الظواهر المؤثرة سلبا على رفع الإنتاج الزراعي، موضحا أنه بالرغم من أن كمية انتشار الأمطار عامل مهم في الزراعة المطرية، لكن الاستعداد المسبق من الخبراء والمزارعين له أهمية كبيرة، مناديا بتوزيع الأراضي الزراعية ارتكازا على الإنتاجية وتفعيل أنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وقال السفير محمود أن العمل يجري لزيادة الزراعة المطرية إلى 290 ألف هكتار والمروية إلى أكثر من 10,000 هكتار، داعيا إلى تنسيق جهود الخبراء والإدارات لإنجاح البرامج الموضوعة. ودعت الاجتماعات إلى بدء أنشطة حماية التربة والمياه في إدارات الضواحي وإرساء أجهزة عالية الجودة لقياس كمية هطول الأمطار وتعزيز دور الإدارات في تحسين الفعالية والمشاركة المتدنية في أعمال حماية التربة وحفظ المياه، والاهتمام بتوفير الجرارات الحكومية وإدخال الزراعة المطرية في المناطق غير المعتادة على الزراعة وخلق الأرضية لتوثيق المستندات الزراعية ومعالجة هدر الأراضي الزراعية. أعلن مسؤول حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي والدقرقيس أعلن تنفيذ أنشطة فعالة للحفاظ على البيئة والتربة والتشجير خلال 32 عاما منذ بدء حملة الطلاب التنموية. وأوضح بأن البرنامج انطلق في عام 1994 بهدف تمكين الطلاب من إرفاق ما يتعلمونه نظريا بالتطبيق العملي وخلق أرضية للتعاون والتواصل بينهم ورفع مستوى معرفتهم في مجال الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى مشاركة 584 ألف طالب منهم 36% من الطالبات في البرنامج حتى الآن، وأكثر من 26 ألف معلم ومتخصص في الصحة وخبير زراعي. وقال إن المشاركين هم من طلاب الصف 9 والعاشر، مضيفا أنه سيتم تشجيع الطلاب من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة المتوسطة على حماية بيئتهم وإقامة الأندية الخضراء في كل مدرسة. وذكر بأن نحو 30 ألف طالب منهم 41% من الطالبات تم توزيعهم على أكثر من 150 نقطة عمل لمدة 40 يوما في الحملة التي استمرت من 7 من يوليو وحتى 16 من أغسطس هذا العام في أرجاء البلاد كافة. وأشار إلى مشاركة 95% من الطلاب في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير وإعداد الحفر للتشجير وبناء المدرجات والحواجز المائية ونظافة المدارس والمناطق المحيطة بها ورصف الطرق الترابية. و5% منهم شاركوا في إنفاذ قانون المرور وأنشطة التوثيق في أسمرة وكرن ومندفرة.
يتلقى أكثر من 1700 من منتسبات الدفعة 37 للخدمة الوطنية من 4 أقاليم هي الجنوبي والأوسط وجنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر، يتلقون دورة تدريبية في التعليم التمهيدي في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في الدقيح، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لتوسيع التعليم التمهيدي إلى الريف وتحسين نتائج الطلاب. وأوضح السيد هبتآب مبرهتون من قسم تنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم أن التدريب الذي يستمر لشهر ويقدم بلغات التجرينية والساهو بهدف فتح رياض الأطفال في جميع القرى والبلدات. وأشارت المتابعات للتدريب قدي تسفاي وألفا عقبة قابر إلى أهمية التدريب، معربات عن ثقتهن في إيفاء المتدربات لمتطلبات تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات التعليمية في دائرة كيلو متر واحد. وذكرت الأستاذة يوردانوس دخل مريم أهمية التعليم التمهيدي في تنشئة الأطفال بقيم وتاريخ وطنهم وإرساء أرضية قوية لهم في التعليم الأكاديمي. وشكرت المتدربات فرص التدريب والعمل، مؤكدات على العمل لإنجاح الحملة الجارية في التعليم التمهيدي. نظم فروع التعليم بالإقليم الأوسط دورة تدريبية ل 262 معلما ومعلمة من المرحلة الثانوية حول تدريس مادة الرياضيات. ويعقد هذا التدريب الذي يستمر من 27 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر، ويركز على تدريس الرياضيات كما يشمل مجالات ذات صلة. وصرح الأستاذ ماتيوس سبهات الآب رئيس وحدة التخطيط والتدريب في الفرع بأن هذا التدريب يعد استمرارا للدورات الصيفية السنوية التي تهدف إلى تحديد أسباب ضعف الأداء والاهتمام في الرياضيات. وحث الأستاذ ماتيوس المتدربين على المشاركة الفاعلة في تحسين تدريس منهج الرياضيات من خلال تطبيق المعرفة المكتسبة عمليا. وفي العام الماضي تلقى أكثر من 700 معلم ومعلمة من المرحلة الابتدائية تدريبا في أسمرة ومعلمين من المرحلة الثانوية في إنبات كلا لمدة أسبوعين. أحدثت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج التي هطلت يوم 17 من أغسطس الجاري في إدارة ضاحية تنشاي في مديرية منصورة أحدثت أضرارا بالمزروعات، ودمرت الثلوج مزارع الذرة والدخن والسمسم في قريتي ماي وسن وإنجحاي. ونصح المهنيون المجتمع عامة والرعاة والمزارعين خاصة بتوقي الحيطة لاستمرار هطول الأمطار جيدا منذ الأسبوع الأول من شهر أغسطس رغم تأخرها في مختلف مناطق إقليم القشبركة. استشهد المناضل المقدم سيوم تسفالدت ولو في 26 من أغسطس عن عمر ناهز 81 عاما جراء مرض ألم به. وانضم المناضل سيوم إلى قوات التحرير الشعبي عام 1975 ووزع في القوات المقاتلة ووحدة النقل خلال فترة الكفاح المسلح، وبعد الاستغلال في وحدة النقل في الفيلق 491 والفيلق 161، بالإضافة إلى النقل والإمداد في جبهة عصب. وقد خدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص في مختلف المناصب والمسؤوليات خلال حرب التحرير من أجل الاستغلال والحفاظ على السيادة. وشهد المقدم سيوم تسفالدت متزوج وأب ل4 أطفال، وسيشيع جثمانه الثرى غدا 28 من أغسطس في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب هيئة الإمداد بوزارة الدفاع عن عميق حزنها باستشهاد المناضل المقدم سيوم تسفالدت، وتتقدم بخالص تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرة تراث تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 4 قرويين وفقد آخر في توقل شنه مسلحون مجهولون شمالي شرقي ساحل العاج قرب بوركينا فاسو، ويعد أول هجوم قاتل من نوعه في البلاد منذ عام 2021. وتسعى ساحل العاج التي تشترك في حدود مع بوركينا فاسو تمتد نحو 600 كيلومتر إلى وقف انتشار الجماعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل. وقال رئيس الأركان الجنرال لاسينا دوميغا في بيان أن الهجوم وقع في مقاطعة تيهيني في قرية ديفيتا الواقعة على بعد كيلومترين من الحدود مع بوركينا فاسو من دون تحديد هوية المهاجمين. وأكد مقتل 4 فلاحين واختفاء أحد السكان وإصابة امرأة بحروق خطيرة، مضيفا أن أكواخا عدة أحرقت ومواشي سرقت.
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن استثمارات بمبلغ 42 مليار دولار مع الهند في خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. ويجتمع الزعيمان لتعزيز الأمن في ظل الأزمة الأوكرانية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودعمت اليابان في السنوات الأخيرة البنية التحتية الحضرية في الهند والسكك الحديدية عالية السرعة باستخدام تكنولوجيتها في مجال القطارات فائقة السرعة. وفي عام 2014 أعلن رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو أبي خلال زيارة للهند عن استثمارات وتمويل بمبلغ 3.5 تريليون ين على مدى 5 سنوات. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 13 عنصرا من جماعات وصفها بالإرهابية واعتقال عدد آخر خلال 3 عمليات مشتركة نفذتها قواته في مدن إيران شهر وخاش وأسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي إيران. وفي السياق أكد العميد قاسم رضاي نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني أن قوات حرس الحدود تتمتع بإشراف استخباراتي كامل واستعداد عملياتي دائم، مشددا على أن أي عملية لا يمكن أن تكتمل دون وجود معلومات دقيقة وفعالة. وأضاف رضائي أن حرس الحدود الإيراني سيبقى صامدا ولن يتسامح مع أي خلل أمني، معتبرا أن التدريب المستمر للقوات يمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدراتها وتنفيذ مهامها. أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي بعد تقرير للقناة التلفزيونية العامة يفيد بوجود محاولات للتدخل في جرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في المملكة الإسكندنافية. وقال وزير الخارجية لارس لوكي في بيان أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون مرفوضة تماما، مضيفا: طلبت من وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لعقد اجتماع في الوزارة. وجرينلاند هي المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك بوصفها موطنا للشعوب الأصلية التي عبرت القطب الشمالي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. حاكم إقليم القاشبركة يعقد لقاءات للدفع بالإنتاج الزراعي. أنشطة فعالة لحملة الطلاب التنموية. دورة تدريبية للتعليم التمهيدي في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. مقتل 4 أشخاص وفقدان آخر بهجوم في ساحل العاج قرب بوركينا فاسو. اليابان تعلن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار. ومقتل 13 مسلحا واعتقال آخرين بعمليات أمنية في إيران. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم ورحمة الله.